معقولة اللي حصل لحماة فاطمة بعد الحكم النهائي على ابنها؟ أكيد كلكم عارفين إن ورا كل الأبواب المقفولة ساعات بتستخبى حكاية وحاجات تشيب الراس فعلا. الحكاية دي ما بدأتش بخناقة عادية، بدأت بنهاية كل حاجة حلوة. لما كانت عروسة لسه في فستانها الأبيض فرحانة بالدنيا، وفجأة الفرحة بتتحول لكابوس والضحكة بتموت قبل ما تطلع من القلب. الكل كان بره البيت ما كانش فاهم حاجة، بس اللي جوه البيت كانوا عارفين ان الكارثة خلاص حصلت. دور الحما اول واحدة لما شافت وعرفت، وما كانتش صدمتها صدمة حزن على العروسة، لا، ده كانت خايفة ومرعوبة من اللي جاي، وكانت بتفرك في ايديها لما وشها اصفر زي الليمونة، وكانت بتكلم نفسها وتقول: يا خراب بيتك يا ابني، ضيعت نفسك وضيعتنا معاك، هنقول ايه للناس وهنروح فين من اللي هينتظرك بعدين يا ابني. لقيت نفسها النهاردة واقفة قدام حيطة سد. طبعا الخوف ما كانش بس من السجن، لا، الوجع الحقيقي لما أهل فاطمة، الأم اللي ربت وكبرت وسلمت بنتها أمانة، لقيت نفسها بتسلم الأمانة دي في كفن. وللأسف اللي حدث كلكم كنتوا عارفينه وعارفين القصة دي. راحت وهي شايلة في بطنها حفيد كان الكل مستني يملى عينيه وإنه يشوفوه، ولكن القضية بتاعت فتاة المنوفية أو عروسة المنوفية، لما قالوا حق بنتنا مش هنسيبه والقصاص العادل هو اللي هيطفي نارنا. الناس لما عرفت الحقيقة كاملة والقصة اللي هزت مصر كلها، قصة فاطمة عروسة المنوفية اللي جوزها أنهى حياتها هي وجنينها بلا أي رحمة، لما وصلت للمحكمة أسدل الستار بحكم 15 سنة مشدد للزوج. حاولوا كتير قوي يقولوا انه مريض، وحاولوا يبرروا اللي حصل قدام المحكمة، ولكن مفيش مبرر. الصورة أو الصور بتفكرنا دايما إن الوجع ما بيروحش، وإن البيوت اتبنت علشان تكون أمان، مش تكون مكان عشان يحصل فيها كده. ربنا يرحم طبعا فاطمة ويصبر قلب أمها، ولكن الحما معترضة وقالت: ياما قلتلكم إنه كان بيجيب لها شيبسي وكان بيجيب لها أندومي وكل حاجة عشان كان بيحبها، وما كانش قصده يعمل فيها كده. الحكم ده المفروض ما يتنفذش. انا ابني ما كانش في كامل قواه العقلية، انا عارفة ان ابني عمل كده بس ما كانش قصده والله، كان بيحبها من كل قلبه. ازاي هستحمل 15 سنة من غيرك يا ابني؟ ازاي انت تاني واحد؟ وده بعد رحيل ابنها التاني طبعا قبل الحادثة دي بكام سنة، وهي طبعا دخلت في حالة من الانهيار وتم نقلها للمستشفى، ومش قادرة تتخيل الحكم ده ب15 سنة على ابنها. يا ترى ممكن فعلا يتم تخفيف الحكم تاني؟ وإيه